نظرك يعني ولو انه خلاص يعني الموضوع خلص، ولكن هو وجهة نظر فقط لا غير، هل الكابتن ميدو استعجل في استقالته وكان يجب ان يستمر، ولا ما كان يمكن ان يستمر بعد اللي حصل؟ يعني انا كنت حاضر الاحداث من بدايتها، ان انا كنت بقابل كابتن ميدو كتير في اسماعيليه. كنا كلنا يعني هو كان شخصيه يعني ممتازه وعنده طموح جميل، وكان قريب مننا كلنا في اسماعيليه وانا كنت شايف ان العلاقه ما بين ميدو وما بين حسني كانت محترمه جدا، حتى في غيابهم، لان انا بقعد مع الطرفين المنفردين. انا شايف ان الاحداث دي هم انجروا ليها من غير ما يكون اساسا عندهم مشكله. يعني الاحداث دي لو حصلت في ماتش المحله لما حسني خرج زعلان، فده ممكن يكون منطقي. لكن الاحداث دي حصلت في وقت لا حسني طرف في الموضوع ولا ميدو طرف في الموضوع. نعم. فانا القصه كلها ان ميدو هو شخصيه وينر، بيحب يكسب. الرساله اتبلغت له في التوقيت ده ضغطته، فكان انا من وجهه نظري الشخصيه كان اولى ان انا احمي كابتن احمد حسام، ما بلغلوش حاجه حصلت في المدرج، لان ده موضوع لا يعنيه. كان لازم انا افضل اعمل له حمايه واتجاهل الموضوع بالنسبه له، وانا اتعامل مع الموقف كاداره ان انا امنع طارق وما اتعاملش مع طارق غير ان هو فرد من الجمهور، امنعه من دخول النادي. ممكن اجيب حسني عندي في المكتب كاداره بردك واطلب منه تحذير لان هو في الاول وفي الاخر محسوب عليه، لكن ما جرش ميدو للمشكله، لان ميدو بصراحه كان عامل جو في اسماعيليه جميل، وكان عامل شغل ممتاز، وهو ما شاء الله بروميسنج، يعني عنده تطلعات وعنده حميه وعنده حماس الشباب، فكان لازم نحميه. وبالتالي من مرات القلاقل القليله يعني اللي يجي حد من خارج الاسماعيليه ويبقى مرحب ولا قبول في نفس الوقت. على الصعيد الثاني حسني شخصيه وقيمه جوه اسماعيليه طبعا، فبرضك لازم نحافظ عليه، لان هو مخلص جدا وشخصيه محترمه ومتفانيه جدا. وانا حضرت مع حسني موقف وكان في ناس واخده، يعني حتى الكلام اللي واصل للكابتن احمد حسام ما كانش صح، وانا بلغته الكلام ده. ان حتى حسني استحاله مش بتاع مؤامرات، حسني شخصيه ملتزمه جدا جدا، بس القصه كلها وصلت لميدو غلط. لان الاحداث دي كلها الاثنين ما يلموش عليها، هم انجروا ليها.